غربا إلى سرت والمناطق التابعة لها. وصلنا قبل نصف ساعة من الآن تقريبا نبأ من مصدر مسؤول في ائتلاف ثورة 17 من فبراير يقول إن لديهم معلومات مؤكدة عن انطلاق سفينة هي مدنية لكنها انطلقت من ميناء طرطوس السوري قبل نحو يومين، وعلى متنها ذخيرة، على متنها أسلحة، لكن أيضا على متنها ما لا يقل عن 500 سيارة دفع رباعي لاند كروزرز باتجاه ليبيا وباتجاه طرابلس بصورة خاصة. وهذه الإمدادات تستخدم في الحرب الجارية الآن بينها. ليس سرا أن في للعقيد القذافي كتيبة سورية، ليس سرا كذلك أنه تم أسر طيارين سوريين على الأقل، أحدهما نقل إلى إجدابيا قبل أيام، وكما أسر ذلك الطيار السوري ورفيقه الذي لم ينقل إلى إجدابيا. وقفت شخصيا على جواز سفر طيار نرويجي. هذا يقول المسؤولون إن هؤلاء طيارون يستخدمهم نظام القذافي، إنهم مرتزقة، إنهم أناس يدافعون في صفوف النظام. وكانت قد وصلتنا قبل ذلك، لن أطيل عليك حسن. نعم، سأعود إليك بيبة، لكن سننتقل إلى مراسل